صباح الخير. قعدت الصبح بالخمسة الفجر خطر على بالي فكرة إنه اليوم راح أسوي تحدي بيني وبين نفسي وما أشتغل أبد. صليت وكملت ورجعت نمت، خلي أشوف أقدر أسوي هذا الشي لو لا. صباح الخير مرة ثانية. قعدنا هسه ب11، فراح أسوي لهم لفات مال قشطة لأن مو مال ريوق يعني قوي. الغدا جاي إن شاء الله. عندي هاي القشطة راح أسوي لهم لفات وأني أشوف شنو آكل. بلشت أسوي باللفات. تعرفون أنا أم وعندي 2 أطفال، فما أقدر يعني إنه يعني الريوق ما نقدر نعوفه صح. فهسه أول شي إنه الريوق ما قدرت ما أسوي لهم ريوق، بس قلت خل أسوي شي خفيف اليوم. يمكن كان التحدي لازم يكون يعني إنه أكل من برا، بس أنا ما قدرت، فقلت خل أسوي على قد الحال. قعدنا أنا وأطفالي هنا ناكل والحمد لله والشكر على النعمة. بداية اليوم كنت فرحانة، ما أعرف ليش، بس هيك فرحانة أحس يعني عفيت نفسي من هواي شغلات في بداخلي حلو. هنا راويتكم الغرفة عفيتها وسديت البردة. ب11:30 تكونون حضرت أحذيتنا أنا وأطفالي، أخذت أدوات الرياضة لأن صار لنا عندي قرن، فقلت خل أستخدمهن. أخذت الجهال وصعدت لفوق. بصراحة أنا كل يومين من أقعد يعني عندي لود وهيجي لود بعقلي يعني، وأظل بس أشتغل وشي وهاي. في اليوم قلت لا خل أعفي نفسي عن هاي السوالف. بقيت ألعب رياضة تقريبا ساعة أو أكثر، وما أعرف يعني لحد هسه الأمور طبيعية وأنا مرتاحة. تخيلوا وين وصلت بي إنه أني فارغة وما عندي شي. قلت خل أصلي على السطح. نزلت توضيت، وطبعا أخذت صعدت حوشكات الأطفال فواكه وعصير، وقعدت أصلي. الراحة النفسية فول بنات. نزلنا اجا وقت الغد. عندي يعني المجمد الحمد لله والشكر بيها شوية تفريزات. طلعت مرقة طرشانة، طلعت تشريب، وعندي برياني قبل بيوم، وتغدينا أنا وجهالي. هاي عادي الشغلات، هاي الصير. أصلا أنا اليوم فرحانة بهذا المنظر، لأن كل يوم أنا على طول النهار أظل بس أنظف أنظف أنظف، يعني أغسل المواعين أغسل المواعين. فاليوم ظلن عيني شو عاد شكو يعني خلنا نستخدم المواعين كلها ونغسلها بالليل. بس صفيت السنك وخليتني هنا لأن مواعين الريوق والغداء. بالنوتات هسه تقريبا دنيا العصر. هاي الملابس المفروض من الصبح أدخلها ما دخلتها، أوكي. وهاي مالتي شاي النعناع اللي يموت وطيب وخبول. شوفوا خبل طيب. ابني راد حلاوة. المهم بنات، عندي هذا التمر قديم، يعني ما قديم هو ما ادري ايش، بس بسرعة خليته ما حضرت الطعام، خليت عليه راشي ودبس، وخليت عليه مكسرات هم عندي باقي اخر شي، وصار كلش طيب. اعتقد هاي يسموها مدقوقة هيجي، يعني انا اول مرة اجربها. المهم كملت، بقيت حايرة شنو اسوي. طلعت هاي عندي اجهزتي مال العناية، صار لي قد ما شايفتها يعني ظالة بالكراتين، فسويت عناية بالبشرة والكثير من اللعب. بقيت ألعب ويا بنتي هواي حسيت نفسي كأنه ما أني يعني هم طفلة يعني. كلش تونست، ما أعرف شعور بداخلي لأن ماكو مسؤوليات. يعني كل يوم أنا أفكر يلا خل أقوم أغسل المواعين، خل أقوم أسوي، خل أقوم أنا أطبخ. فبيومها لا، بقيت بس ألعب ويا جهالي الحمد لله والشكر. التغيير اللي شفته انه الجهال كانوا فرحانين بيا. تخيلوا ابني شنو يقول لي، يقول لي ماما ظل كل يومية هيك، لا ظلين يصيحين عندي شغل. بنوتات حاليا بالستة العصر او المغرب راح اوقف التحدي. اول شي اصلي واكمل، بعدين اوقف التحدي. ليش؟ لان بعد ما اقدر اتحمل، يعني احس نفسي ضجت من الهوسة، ضجت من شي، وعندي قلق خاف يجي احد او هاي. اي فهسه راح اكمل صلاة ان شاء الله، وبعدها اخذكم وياي شنو اسوي. راح يصير روتين تنظيف ليلي. اوكي، اذا وصلتوا لهاي اللحظة سووا لايك بليز. يعني رجاء. بنات غاز ماكو، تعرفون يعني نهاية شهر وماكو صفرنا. هاي ما اعرف ايش كنت احس من جمدته هيك يعني شوفوا. فراح انتظر يمون وارجع احطه بكياسة. هاي عندي شجر اخر شي. هذا المعجون اني سويته، شوفوا خليت عليه ماي، يعني انا ضفت عليه ماي. وهاي الشجر مثل ما قلت لكم. انتظر الكهرباء تيجي وبعدين نسوي عشاء. يلا.
نبقى ننتظر الكهرباء. جيت اراويكم هنا شنو ابني شنو مسوي، مفرغ هذا بابا نويل ومفرغه ومطلع القطن كله ومخليه مشامره. هاي تصوير سريع للبيت بنات، تراويكم يعني انه الدنيا ليل وصدق هذا التحدي يعني ما نكذب عليكم. اوكي خليته بهاي العلاقة القطن وما راح ارجع للدبدوب يعني عناد بيه. اوكي اول شي كملت الغرفة الحمد لله نظفتها كلها. من نظفت الغرفة حسيت بالامان. هنا جيت ازوم لكم على الفراش، هذا الفراش جديد بس مزعج يعني ما ينكنس بالمكنسة العادية الا كهربائية، فسديت الضوء وننتظر رحمة الله ايش وقت تجي الكهرباء ارجع اكنس. اي بنوتات هنا ظليت هاي سوالف الجهال يعني مطشريها. انا كل يومية على طول النهار ألملم. اوكي في اليوم عفيتهم براحتهم الله يسلمهم ونشوف ايش مسوي اللاعبين لعب. بناتي انتو هم مجربين يعني انه تعرفون شغل البيت؟ احب اعرف. شلع قلبي من ورا هذا الدبدوب 24 ساعة يوخر القطن وراجع يوخر القطن وراجع. قلت له والله الا ذبه بالزبالة تكرمون، ذبيته بالزبالة. يلا نشوف شو يسوي بعد. خلينا من ملابس. هاي طبعا شوفوا شو مسوي 24 ساعة هيجي غاسلها وشارها يعني هنا اخليها. انا عارفة الفيديو نص صوتي يعني تسجيل مباشر ونص هسه قاعدة اسجل لكم، فانتبهت لنفسي صرت عصبية ولاحظت هذا الشي بنات. صدق اخير اليوم كلش عصبت. احس يعني انا ما احب يجي المغرب واني يعني بيتي وسخ وهوسة وشي. احب من يعني الدنيا مغرب البيت نظيف. المهم بلشت اسوي عشاء. ابني يريد لحم، يا بعد البديل لك رواتب ماكو الا لحم. عندي هاي كبد دجاج جامد خليته بالصينية، وعندي شجر خليته همينه وبتيته ومعجون هيجي يعني خبطته ماي وردت اسويه بالفرن. يعني قلت هي طبق خضروات بعدين غيرت رأيي. هسه اراويكم شنو سويت بيه. اي بنات والله خلصت سوالفي جيت اغسل المواعين. الله لا يراويكم المواعين ايش سوين بيه، يعني هذا اسوأ شي. المواعين اريدها تخلص ما تخلص ويعني كلها لزق بيها الاكل وشي. فهاي يعني اكتشفت انه نعمة نغسل بيومه. وانا اغسل المواعين قلت لكم انا اليوم عارفة جهال براحتهم، فلقيتهم ماخذين عجين ومخلين عليه لون اصفر ويلعبون. واخير شي سحلت ابني جبته للحمام قلت له يلا كافي خلص التحدي كافي. هو ظل يصيح لا لا ليش بعد التحدي. هاي هنا موقعين كاتشب على الزولية. جبت زاهي يعني مو ماي بس زاهي شوية ظليت اجلف بيها لان والله مالي خلق يعني اقوم اغسلها واطلع المدة كلها. اصلا انا فرشت هاي المدة او الكاربت فرشتها فوق ذاك الكاربت الاثخن من عندها. قلت على مود اذا وسخوها يعني اغسلها لان بسرعة تنشف. هي شلون الدواسة من جوا. كنست الصالة جت كهرباء كنست الصالة. وهاي جيت اراويكم الحمص يعني انا كنت احس من سويته هيك ما ادري. المهم خلصت من عنده الحمد لله وخليته بكياس. جيت انظف الطباخ خليت مزيل دهون على السوبايات وجيت انظفهن. ببالي اريد انظف الطباخ الرمضان صراحة بس ما ادري بعد هواي رمضان 20 يوم يعني عندي فكرة اريد اسويها الرمضان ان شاء الله بيه. لان احنا شوية يمكن نزيد طبخنا برمضان فما اريد الطباخ يتدمر صراحة ما اريده يتدمر. هنا جيت ازوم انا ببالي احافظ على طباخي يعني اريد اخليه عمر يعني اذا الله انطانا عمر ان شاء الله. فبنات اريد نصيحة شلون احافظ عليه. انا شفت احسن شيء انه نطبخ على الطباخ الكهربائي صراحة. يبقى الطباخ هذاك على حفاظه وهذا سهل بالتنظيف. بس الكهرباء هالايام مسوي عداوة ويانا والله ماكو عداوة كلش. اخير ما ادري ايش بهم ويانا يعني عبالك احنا نسوان ابوهم شنو شرايك احنا وياك شين عيني تنذين النواب. يا ربي راح امسح المونتاج والقرآن صايرة كلش كارثية بنات ما اعرف شو اسولف لكم. ايه كمل العشاء. اخير شي سويت شلته من صينية الفرن خليته بالجدار. يعني انا ما جيت اريد امرقه لا هيجي ندور شغلات صح لان الليل طويل ومو مال اعطيهم حلويات ولا يعني مثلا قلي او شي. فهاي افضل شي يشبعون. جيت اغسل هاي المفرش اللي خليته بالمطبخ تارسينه عجين تارسينه. انا تعرفون مو مالتي كلش صغير فطبقته ظليت اسوي بيه. تعجزت اروح اجيب الفرشة فكنسته تكرمون بالمكنسة عادي. وجيت انشف الدنيا باردة ثلج. فالشغل الناشف بالشتاء عادي بالليل بس ما يمشي لا ما يرهم. وهاي عين الزقشة مالتي بنيتي تتعارك وياي على الشغل.
بناتي توهم عندكم هيجي يعني 24 ساعة ألزم الماسحة تلزم الماسحة، ألزم المكنسة تلزم المكنسة. هنا سديت عليها الباب، قلت خليني أشوفها شو تسوي، وظلت تدقدق بالباب مامي مامي بدوي. كملت كنز الحمد لله، كملت البرة، اجيت الحمام المغسلة، هاي سولة الجهال بالمغسلة 24 ساعة نايمين بيها، يغسلون بيها العاب، يحطون سلايم اشكال والوان. فبلشت اجلفها. من كملت الشغل وشي احس هم وانزاح على قلبي. يعني هذا اليوم كان غريب. اول شي كنت مرتاحة، عبالك هيجي بنية صغيرة وطفلة وما عندي، يعني حلوة الشخص اذا ما عنده مسؤوليات، تصدقون هيجي يعني نفسيته ترتاح، باله يرتاح. بس بعدين اكتئبت ما ادري ليش. هنا جيت خلي الزاهي رايكم، اريدكم تساعدوني بنات. هذا الكاش مال الحمام ما اعرف ليش هيجي، يعني احسه كل يوم انا كين اجرفه يعني بزاهي ومكنسه، بس ما اعرف ليش هيجي شكله. عبالك يعني شلون الوسيخ شلون بيسمنت ما اعرف. ممكن تنصحوني شنو اسوي له، شنو اجيب له؟ يعني اخاف من عنده، ما اريد اخلي له، اخاف اخلي له منظف ويروح ينقلب لونه وش يخلصنا ما له خلق. اي اذا وصلتوا لهاي اللحظة مرة ثانية فأتمنى تنطوني أفكار شنو تردون فيديوهات. إذا يعجبكم فيديوهاتي أوكي. رجعت الزاهي والجلافة ذنهم مخصصتين للحمام. نسيت أقول لكم بنات الجهال ناموا من وقت، وهاي أحد الإيجابيات إنه من قضيت وياهم وقت هواي بالنهار فهم ناموا مرتاحين. وجيت هنا غسلت وجهي بغسول. يعني أنا نادرا صراحة مو كلش أحب هاي السوالف أو مالي وقت إلها، وجيت أرطب إيدي. هاي مو رطبتها غسلتها غسل، لأن من ورا المزيل وشي إيدي كلش اتدمرت، فأخلي لها هواي مزيل. آخر شي ختام اليوم خليت هاي الفواحة الجديدة عني. البيت هدوء، سديت القلوبات كلها، والراحة النفسية الحمد لله والشكر يا رب. ويا رب الحمد لله والشكر اعطينا صحة وعافية، خلينا نشتغل ببيوتنا، خلينا ننظف، خلينا نسوي ترتيبات. لأن مرات أسمع بنات يقولون إيش عليها فلانة مرتاحة لا تشتغل لا شي. والله العظيم هذا الشي الصراحة السلبي ما حبيته أنا. لا، أنا اعطوني الشغل، إذا ما أشتغل أظل أنا أقهر بروحي وأدور أطلع أفكار من جوا القاع. هاي البراني وهذا المطبخ كمان ونظفته وهويته. لهنا أخلص الفيديو بنات. باي باي، أحبكم.